السلام عليكم. هتسمع دلوقتي رضا عبد العال وهو بيتكلم عن فوز الزمالك في دوري في بطولة الكونفدرالية، ورغم الأداء الباهت لنادي الزمالك والأداء المخزي، ولكن رضا عبد العال بيتكلم ان الزمالك أدى ما عليه واللاعيبة أدت ما عليها، وهتلاقيه بيطلع لك أعذار. والاتحاد الافريقي بيستقصد الزمالك، ده الكلام اللي بيقوله، زي ما الاتحاد الكره بيستقصد الزمالك، وزي ما الاتحاد الدولي بيستقصد الزمالك، وزي ما عم عبده بتاع العصير اللي تحت الدكان بيستقصد الزمالك. كل الدنيا عامله مؤامره كونيه على الزمالك. قال لي يعني الزمالك ده كل سنه بياخد دوري ابطال افريقيا، ولا الزمالك ده كل سنه بيفوز ببطوله الدوري؟ هيستقصدوه على ايه؟ ما تنفعش. بس هو ده مرض عند الزملكاويه، دايما الانسان الفاشل تلاقيه بيقعد يقول لك اصل انا مظلوم، اصل الظروف، اصل عملتني. هو عايز يداري فشله، وهو شخص فاشل. تعالى بقى لما كان بيحلل ماتش الاهلي تلاقيه بيتكلم بكل سلبيه عن المدرب واللعيبه والاداء. تعال نسمع بس كده لقطه ده وبعدين نرجع لبعض. الاداء الفني، ولكن الزمالك قدر ان هو يخطف المباراه ويكسب المباراه في ظل الظروف اللي هو الاصابات اللي عنده، ورغم انف الكاف والتعنت اللي هو بيعمله سواء في المكافآت او وقف لعيبه او يعني عايزين نعرف يعني هو العقوبات دي على الزمالك بس. وبعدين انت السنه اللي فاتت في فرقتين انسحبوا، فرقه انسحبت من قدام فرقه في ماتشين تدوم $40,000، وفي عشان يعني حصل حاجه في تسليم الجوائز تيجي تدي $200,000. ده يعني عايز اقول لك ايه التعنت ده وايه الاستقصاد ده انتوا عينيكوا في المكافاه بتاعت نادي الزمالك ولا ايه؟ يعني فرقه تنسحب في ماتشين توقع عليها $40,000، وفرقه بعد ما المباراه خلصت تسليم الجوائز وانت المسؤول عنه مش نادي الزمالك. ايوه. وتيجي بعد كده تقول لي $200,000. هو الكاف ضد الزمالك ولا ايه؟ يعني بصراحه ولازم وقفه بقى من مجلس الاداره، يعني وقفه قويه. يعني انتوا جاي بعد الهنا بسنه وتقدم تظلم؟ ده انت كان في ساعتها وتعترض. ما هم قدموا تظلم ده امتى؟ على طول. لا ده لسه من فتره يا اسلام. لا مقدمين على طول من بعد العقوبات. هم بيستنى لغايه لما العقوبه تجيله بشكل رسمي وبالتالي بيقدم طب هم التظلم. هم بعتوا لك العقوبه وهم مصدقين عليها ومفيش حاجه اسمها لا استئناف ولا تظلم ولا اي حاجه. هم يعني مش عارف يعني هو نادي الزمالك دوت مش في دماغهم للدرجه دي. طيب بعيدا عن العقوبات، فنيا نادي الزمالك عنده مشكله، وهي ان مفيش بدايل للاعبين الاساسيين. يعني ناصر ماهر لما بيغيب ملوش بديل. ده في مصر، خلي بالك. انا بتكلم عن لا في الحته دي في مصر مفيش الا هو قفشه. حلو قوي، ماشي. وفي واحد تالت بس طبعا مش ده اجنبي، القندوزي. واخد بقى هم الثلاثه دولت افيد ثلاثه في الحته دي في مصر. ماشي. طيب انا ما بتكلمش على المركز ده بس، انا بتكلم على مراكز ثانيه كمان. لا مراكز يعني ثانيه في نادي الزمالك. يعني مثلا زيزو ملوش بديل. لا في عبد الله السعيد ملوش. انا بتكلم داخل الفرقه. ما ايوه، لا داخل الفرقه فيه. داخل الفرقه فيه في بس الراجل للاسف ما اداش فرص للعيبه اللي جت. طيب قول لي ناصر ماهر لا ناصر ماهر في مصر ما فيش، ولا سيف فاروق جعفر. لا سيف حاجه والستايل المكان ده حاجه تانية. انا قلت لك هو ليه سيف فاروق جعفر اداء يعني مره واحده من ان هو كان مكسر الدنيا في الزمالك، ثم بعد كده راح بيراميدز قعد ما لعبش خالص. السنه دي فرقت معاه. السنه دي. لكن هو عنده يعني امكانيات كويسه. ليه ما تمش بقى الاستفاده منه لما رجعوه؟ وطالما رجعوه في نادي الزمالك لازم يلعب، يبقى لازم يلعب. زي احمد محمود الباك رايت. انت بتقول لي ما فيش بدايل، لا في بدايل بس ادي. يعني النهارده مثلا المسلوس اتصاب، الزناري ده قاعد احتياطي من السنه اللي فاتت، صح؟ ما بتدلوش ليه؟ عشان يعني مثلا ايه، انت كسبان اديله ربع ساعه، في نص ساعه اديله الثقه عشان لما تحتاجه مش بالامر، لا لما تحتاجه زي كده يبقى واقف على رجله. انت ما اديتلوش خالص الفتره اللي فاتت، مع ان انا بقول لك اهو الزناري افضل من حسام عبد المجيد لو خد
بس حسام عبد المجيد اداؤه اتطور يا كابتن. ماشي، هيبقى افضل ده لو خد، هيبقى هو افضل من حسام عبد المجيد والمسلوسي. اولا ده المسلوسي مش حتته يا اسلام، انت برضه ماشي حاجه تتجنن يعني ماشي، انا بس قاعد هو لعيب. شالك. مين؟ هو حمزه المسلوسي يا عم يشكر، بس انا بكلمك بقى على، انت بتقول لي مفيش بدايل. مفيش بدايل. اعمل انت بدايل. ما هو الزناري ده انت جايبه من سنتين، انا بقول لك الزناري ده لو لعب وخد الفرصه نفس بدايه الونش اول ما جه الزمالك. فعلا. انا بكلمك ده مساك بيعرف يلعب الكرات العاليه. امال ليه لغايه دلوقتي طب قول لي المميزات بتاعته وبعدين هرد انا عليه. اولا العالي. هو ايه اللي مميز حسام عبد المجيد وخلاه اتطور الفتره الاخيره؟ الكره على الارض ولا العالي؟ لان هو لا يعني العالي. قال انا جاي جبت فريق يعني بيحللوا ادائي، وبالتالي بيقولوا لي على الاخطاء في كل مباراه، فبدات اشتغل عليها في التمرين، فبدات ان انا اطور من نفسي، وهو فعلا طور من نفسه بشكل كبير ما عدا الارضي. لا والارضي والله كده طور من نفسه. اسمع بس، طور من نفسه في حته الوقفه، التحرك في ال 18 بقى اكتر ثقه. ليه بقى؟ ليه؟ ما هي دي الحاجات اللي بيتميز بيها. انما الكره على الارض تخيل كده ان لو حد ضغط عليه ما بيعرفش، بيتلبخ ويتكهرب انت فاهمني؟ معي مدافع كده. لا يا حبيبي، ده في لعيبه يعمل لك كده يطلعك بره، يطلع دلوقتي ايه؟ دلوقتي لا انت دلوقتي بتتكلم ايام جيلك. لا انا لا، وفي لعيبه بس هي ما بتلعبش، يعني مثلا كان في الاهلي. طيب ده رضا عبد العال دايما الستيل بتاعه ولا الشخص المناسب ليه هو اسلام صادق. اسلام صادق ده هو ده الشخص المناسب لاجراء حوار مع رضا عبد العال. رضا عبد العال ما فيش رجل حوار او شخص مقدم برامج يستحمل كمية الهطل اللي بيقولها رضا عبد العال في البرامج. هو بيجي كترند بس، لا اكتر ولا اقل. الناس عندها نوع من الفكاهة، نوع من الضحك على كلامه، لكن كل تحليلاته ملهاش اي منطقية ولا لها اي علاقة بالواقع. دايما بيتكلم عن اداء النادي الاهلي سواء كان كويس او وحش بكل سلبية، عن كولر، سلبية عن اللاعبين. مهما كان فوز الاهلي زي الماتش اللي فات بالاربعة ولا بالخمسة ولا حتى بالعشرة، يقول لك ده مقابل فريق ضعيف، ده مقابل فريق تعبان. طيب ولو فاز بصعوبة يقول لك ده انتوا الفريق الاهلي تعبان، ده بيفوز بصعوبة. ففي كل الاحوال هتلاقيه بينتقد اداء النادي الاهلي، عكس اما بيحلل ماتشات الزمالك بتلاقيه فرحان ومبسوط، وبيطلع يلاقي اي اعذار للاعبين حتى لو كان الاداء باهت. فهو ده طبعا طبيعة رضا عبد العال من يومه. لا ناجح في تدريب قبل كده لما كان بيدرب نادي طنطا او نبارو، ما نجحش مع اي فريق دربه تماما، وما دربش يعني فرق تذكر يعني في الدوري الممتاز. ملوش تجارب على مستوى التدريب نقدر نقول ان هو عنده فكر ويقدر يحلل اي مباراة. لا، النهارده حتى في مباراة الزمالك في الكونفدرالية، الفريق اللي كان قدام الزمالك ما كانش متواضع قوي وكان منظم، لكن طبعا مش بالمستوى الكبير. يعني انت عارف ان بطولة الكونفدرالية بتكون معظمها فرق يعني من متوسط الجدول في البلاد الاخرى، ومع ذلك الاداء في نادي الزمالك كان اداء متوسط، ما كانش ضعيف قوي، كان متوسط، ما كانش فيه لمسة جمالية. المباراة بكل امانة كانت مباراة مملة، ما فيهاش اي لمحة جمالية اطلاقا، يعني يمكن باستثناء الفرص اللي اداها جوميز لبعض اللاعبين الشباب في النادي الزمالك. لكن بصفة عامة اداء الزمالك متراجع في الفترة الاخيرة لاي واحد منصف وبيتكلم بعين العقل.